صنعت في طنجة وهي الأكثر مبيعاً في أوروبا. داسيا سانديرو بأزيد من 18,000 سيارة بيعت في شهر أبريل الماضي. وضيف الظهيرة المدير العام لمجموعة رونو المغرب محمد بشيري في بلاطو الظهيرة. نواصل في الخبر الاقتصادي. دائما أرقام مهمة يحققها المغرب في قطاع صناعة السيارات. في طنجة صنعت وتصنع، واليوم تتصدر قائمة أكثر السيارات مبيعا في أوروبا. نتحدث هنا عن داسيا سانديرو الأكثر مبيعا في القارة العجوز خلال شهر أبريل الماضي برقم مبيعات تجاوز 18,000 سيارة بيعت داخل أوروبا وفق شركة جاتو ديناميكس المتخصصة في أبحاث صناعة السيارات. عدسة ظهيرة في قلب مصنع طنجة. فريد غيتو والمتابعة معك يونس رفيق. هنا بمصنع السيارات بطنجة يصنع التفوق بأيادي مغربية ليمتد صيته إلى أوروبا. خلال شهر أبريل الماضي تدون سيارة داسيا سانديرو المنتجة في المغرب اسمها كأكثر السيارات مبيعا في أوروبا. قرابة 19,000 سيارة من علامة داسيا سانديرو تم إنتاجها في مصنع طنجة، بيعت في بلدان أوروبية، محققة زيادة قدرها 44% في المبيعات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. حسب معطيات شركة جاتو ديناميكس المتخصصة في أبحاث صناعة السيارات، داسيا سانديرو المغرب تحقق زيادة في المبيعات تجاوزت 2000 سيارة متجاوزة منافسيها الرئيسيين. ومكن مصنع طنجة لصناعة السيارات الذي احتفل السنة الماضية بذكراها العاشرة من بروز قوي للمنظومة الصناعية للسيارات التي توجه للتصدير لأزيد من 70 وجهة حول العالم. وعلى المستوى الوطني، ورغم تراجع إجمالي مبيعات السيارات بالمغرب بنسبة 4.45% خلال شهر ماي، فإن علامة داسيا هيمنت على صنف سيارات الخواص بحصة سوق تجاوزت 23% على المستوى الوطني. من طنجة يحضر معنا في بلاطو الظهيرة محمد بشيري المدير العام لمجموعة رونو المغرب. أهلا بك السيد محمد بشيري. شكرا. إذن اليوم تصنع في مدينة طنجة في مصنع طنجة لمجموعة رونو داسيا سانديرو الأكثر مبيعا في القارة الأوروبية، بمعنى أن المراحل التي تقطع هذه السيارة التي تصنع في المغرب تتم هنا في طنجة وبأيادي مغربية. أكيد هناك أسباب تفسر هذا الرقم ديال الأكثر مبيعا. شكرا على الاستضافة. الأسباب هو أنه منذ سنوات مجموعة رونو المغرب قطعت واحد الأشواط مهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في المغرب، اللي ولا اليوم الحمد لله هو أول قطاع مصدر في المغرب. والمغرب اليوم ولا كيتعتبر معيار على الصعيد الإقليمي والدولي في قطاع صناعة السيارات، وهذا الشيء الفضل ديالو ترجع لصاحب جلالة الله ينصرو. المجموعة رونو عندنا طاقة إنتاجية في المغرب كتمثل في 440 ألف سيارة في السنة. السنة الماضية صنعنا 350 ألف سيارة، 90% منها كله مصدر الأكثر من 70 دولة، والسوق الأساسي ديالنا هو السوق الأوروبي. المبيعات ديال مجموعة رونو في الصعيد العالمي السنة اللي فاتت 17% ديال السيارات اللي تباعت في الصعيد العالمي كانت مصنعة في المغرب. فاليوم المغرب ولا كيحتل واحد المرتبة مهمة في الاستراتيجية ديال المجموعة للصعيد العالمي. فيما يخص الموديل ديال سانديرو، هو أول سيارة كتباع للخواص في السوق الأوروبي منذ 2017، وهذا الشيء تيرجع ليه الفضل لعده اسباب. السبب منذ 2017 بمعنى انه الارقام غدا وكتزاد سنه بعد سنه، ارقام تتزاد سنه بعد سنه. العام اللي فات تقريبا بعنا 230 الف سانديرو في السوق الاوروبي. السوق الاوروبي كما كتعرفي هو السوق مهم كثير بالنسبه لنا، والجوده داخل السوق الاوروبي عندنا معايير مضبوطه. اذا الا ما كانتش الجوده وما كانتش التكلفه والثمن ما غاديش تكون هذا في هذا المستوى. اذا المنظومه الصناعيه اللي عندنا في المغرب، والحمد لله اليوم وصلنا لواحد الادماج المحلي ديال 65.2%، يعني 65% من الاجزاء اللي تتصنع داخل السيارات سانديرو مصنعين بشركات في المغرب. اذا التكلفه ديال هذه السياره كتنخفض لانه الادماج المحلي كثير، وهذا الادماج المحلي في 2030 ان شاء الله كنوصلوا، غادي كنطمحوا باش نوصلوا ل 80%. غنكونوا ما بين الدول القلائل في العالم اللي غيكون عندهم ادماج محلي ديال 80%. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو الجوده، والجوده علاقه ديالها بالجانب العنصر البشري، لانه عندنا الحمد لله اليوم اطور وتقنيين مغاربه
ولاو كيتمكنوا من في الهندسه في التقنيات ديال صناعه السيارات على المستوى العالمي الحمد لله، وانا فخور بهذا الشيء لانه خدمنا هذه تقريبا 15 عام باش نوصلوا لهذا المستوى. ولهذا فالسانديرو اللي تنصايبوا هي اول سياره كتسوق الاوروبي، وعندنا طموحات باش ان شاء الله نزيدوا لقدام. دعنا نتوقف بلغه الارقام. سيد محمد باشري، وانتم المدير العام لمجموعه رونو المغرب، ما هي طموحات المجموعه في القادم من الاعوام؟ اكيد انه ما وصلت له المجموعه اليوم هو ثمار واحد المجهود يمتد ل 15 سنه كما قلتم. ما هي الطموحات في القادم من الاعوام؟ طموحات عندنا بزاف ديال الطموحات. الطموح الاول هو عندنا اتفاقيه مع المملكه المغربيه باش 2030 يكون معدل الادماج المحلي هو 80%، خصنا ندوزو من 65% دابا ل 30%. ورقم المعاملات ديال شراء الاجزاء من المغرب في 2030 خصو يوصل 30 مليار ديال الدرهم. اليوم عندنا 20 مليار ديال الدرهم اللي كنشروها ديال لي بياس من المغرب، هذا رقم مهم بزاف. هذا الطموح الاول. الطموح الثاني هو غادي نصنعوا اول سياره كهربائيه بعلامه موبيلاج ديو، غادي تخرج ان شاء الله في السنه المقبله، في بدايه السنه المقبله. واول مره في المغرب غادي نصنعوا سياره هجنيه هيدروجين اللي غادي تكون حتى هي غادي تصنع في المصنع ديال طنجه. والرهان الثالث هو خصنا نحافظوا على هذه الجوده. شحال كيشغل اليوم مصنع طنجه؟ 9000 الناس. 9000 الناس. المصنع ديال الدار البيضاء سوماكا 2000 الناس، والمجموعه عندنا تقريبا 12000 عامل، والناس غير مباشرين تقريبا 60000 شخص كيتعامل معنا، لان دونك الثقل ديال مجموعه رونو مهم كثير بزاف. والنقطه الاخيره هو انه العلامه ديال صنع في المغرب اللي هي دابا الان الحمد لله كتسافر في 70 دوله، خصنا نحافظوا عليها ونوطوها حتى العلاقه اللي عندنا مع المملكه المغربيه، لانه تفكرون في اسواق جديده؟ الاسواق عندنا 70 سوق، عندنا الاتحاد الاوروبي، عندنا افريقيا، عندنا الشرق الاوسط، دونك خصنا هذه الاسواق دائما كاين الجديد وخصنا نتجاوبوا معها يوميا. وكنبغي نوجه واحد رساله خاصه للاخوان والاخوات اللي يخدموا معنا في داخل المصانع بجوج ولا حتى في البارتي كوميرسيال، والعلاقه الجيده اللي عندنا مع الحكومه ومع جميع المؤسسات العموميه وحتى الشريك الاجتماعي، لانه ما وصلناش لهذا الشيء لان عندنا واحد الجوده ديال العلاقه الاجتماعيه مهمه اللي مكلتنا بانه دائما نتجاوزوا هذه المشاكل اللي كنعيشوها يوميا من ناحيه الكومبوزا الكترونيك ولا هذه المواد الاوليه هذا السعي العالمي. شكرا لكم السيد محمد باشري المدير العام لمجموعه رونو المغرب.